السلام عليكم. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في صحة جيدة وفي أحوال طيبة. مرحبا بكم في عالم شيماء. اول حاجه كنبغي نشكركم بزاف على التعليق ديالكم، على التشجيعات ديالكم في كاع الفيديوهات ديالي. كنبغي نرحب بالناس جداد اللي التحقوا بالقناه، كنقول لكم مرحبا بكم. كنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم ويعجبكم المحتوى ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقه ديال الطنجة المعمر، كتجي زوينه بزاف. هكذا غادي نبدلو الطريقه ديال اننا كناكلو الطنجة سواء زلوكه او بلا طايب، كل كيفاش كيستعملوا. فهاد الطريقه كتجي على شكل بيتزا، كيجي زوين بزاف هاد الطنجال، وبطريقه سهله بصراحه دغيا كيوجد، ما كياخذش معنا وقت بصفه نهائيه، وكيجي زوين وكيعجب حتى الوليدات الصغار اللي ما كياكلوش الطنجال عفوا. فغادي يعجبهم بهاد الطريقه، وغتجيهم طريقه محفزه باش انهم غادي ياكلوه. غادي ناخذ هنايا الطنجال طبعا اللي من قبل راني غسلاه، غادي نحاول نقسمو على جوج، وغادي نقطعو نقي الا كانوا فيه شي زوائد اولا شي حاجه. فهنا تقريبا تستعملوا الكميه اللي بغيتو نتوما على حسب الافراد العائله ديالكم. فهنايا من بعد ما ساليت الطنجال بالتقطاع غادي نحاول كنحلو من الوسط بهذه الطريقه. فهاد الطريقه كنقطعوا على هذا الشكل هكا، ونحاول نغرقوا المستل لتحت. اولا باش يطيب لينا بسرعه، يعني غادي ندخلو الفران باش دغيا يطيب. ثانيا غادي ندهن ليه واحد الشرموله من الفوق، يعني باش تدخل فيه ويجي فيه يدخل فيه التوابل ويكون عنده مذاق. فهنايا من بعد ما ساليت غادي ناخذ واحد السلافه، غادي نوضع فيها تقريبا واحد 3 المعالق كبار ديال الزيت بلديه، واحد شويه ديال الابزار وشويه ديال الملحه وشويه ديال الحاره اختياريه. وغادي ندهن هاد الطنجال ديالنا كامل، غادي ندهنو مزيان بديك الزيت وبديك العطريه طبعا اللي فيه باش غادي تشرب، كيعطي واحد المذاق زوين. فضروري هنايا ندهنوه، يعني نحاولوا نخليوه يتشرب ديك الزيت باش يجينا فيه مذاق زوين. وغادي ندخلوه الفران. فبالنسبه لاصوص هنايا انا دخلته الفران وغادي نوجد لاصوص. خديت واحد 2 حبات ديال المطيشه كبار، حكيتهم. خديت واحد 3 ديال المكعبات ديال المطيشه، كذلك ضفت ليهم شويه ديال الملح وشويه ديال الابزار،
وخليت ديك لاصوص مع شويه ديال الزيت، وخليت ديك لاصوص كتوجد. هنا من بعد ما وجدت لينا لاصوص، بعد ما تشربات وجدات كتجي زوينه بزاف هاد لاصوص. ممكن تضيفوا لها حتى الزعتر محكوك الا بغيتو. والدنجال ديالنا من بعد ما طاب كما كتشوفوا، يعني كما قصتوا بالمعلقه كما شفتوا، يعني راه ولا رطب يعني طايب. ضروري خصو يكون طايب معكم مزيان، ما تخليوهش قاصح. الا خليتوه قاصح يعني في هذه المرحله حتى غنعاود ندخلو الفران، ولكن غندخلوه غير باش يذوب الفرماج، يعني خصو يكون ديجا من قبل طايب. صافي هنا بديت كنوزع ديك لاصوص ديال المطيشه على ديك الطنجيل ديالنا بحال الشكل اللي كنديرو بيتزا يعني عادي. غادي نوزع ديك الكميه ديال لاصوص اللي عندنا كامله على هاد الطنجال. من بعد هنايا انا خديت واحد العلبه ديال الطون ديال المطيشه، فممكن تاخذوا الطون ديال الزيت، اولا ممكن تاخذوا واحد شويه ديال الكفته اللي تكونوا مشحرينها وموجدينها، اولا طريفات ديال اللدند يكونوا مقطعين قطع صغيره بزاف. فانا اختاريت اسهل حاجه، يعني خديت الطون واجد وكنحاول نوزعو حتى هو على ديك الطنجال كما كتشوفوا بنفس الطريقه اللي وزعنا لاصوص، يعني بحال الشكل اللي غنعمرو بيتزا تماما. فبالنسبه لهاد الحشوه هادي ديروا نتوما اللي بغيتو. ومن بعد غادي نزينو بواحد شويه ديال الزيتون، زيتون مقطع، سواء انا اختاريت زيتون خضر فممكن تختاروا زيتون خضر او الاسود. هنايا كنرشو شويه ديال الفرماج، فرماج احمر. غادي نحاول كنرشو بداك الفرماج احمر كامل، وغادي نزينو بالزيتون، وغادي نرشو كذلك بواحد شويه ديال الزعتر، غادي نحكو وغادي نرشو من الفوق. ومن بعد غادي ندخلو للفران. فصدقوني كيجي زوين بزاف وكيوجد بسرعه. اهم حاجه هو انه كيوجد بسرعه فائقه. هنايا من بعد ما خرجته من الفران كيجي على هذا الشكل، كيجي رائع زوين. واحد الرائحه ديال ديك لاصوص طوماط مع ديك الدنجال، كتعطي واحد الريحه زوينه بزاف، وكذلك حتى المذاق ديالو زوين. واهم حاجه هو انه سهل في التحضير، يعني ما خداش معايا وقت بصفه نهائيه. فكنقدموه هكايا من الاحسن يتقدم سخون وناكلوه بالصحه والراحه. فممكن تاكلوه بالخبز او الفرشيطه على حسب نتوما اللي بغيتو. فكيجي زوين. كنتمنى هاد الوصفات تنال اعجابكم وتجربوها، وإلا جربتوها ما تنساوش تخليو لي كومونتير زوين، تقولوا لي واش عجبتكم الوصفه ولا لا. وشكرا لكم على التشجيع، وكنتمنى نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله مع وصفه جديده. الى اللقاء.